السلام عليكم. القطايف بالشكل ده اعمليها، ولو عندك عزومة ولا حاجة اعمليها بإيدك أفضل وأحلى بكتير وأنضف بكتير، وهتطلعيها بالمقدار ده مظبوطة جدا مفيهاش غلطة. هتطلع كريسبي وهتطلع كمان لتاني يوم بنفس القوام بنفس الظبطة بتاعتها، مش هتتغير فيها حاجة وتطلع تحفة جدا، مش هتطرى معاكي ولا حاجة. هتدعيلي عليها. في البداية كده ابدأي بالشربات أو السيرب. تمام، بس طبعا أنا عاملاه قبل كده أكتر من مرة، فأنا هقولك بس كده كلام عشان مطولش في الفيديو. فهو عبارة عن كوبايتين من السكر وكوباية واحدة بس من المية، يعني بيبقى قوامه تقيل جدا. للقطايف وللكنافة والكلام ده بيبقى تقيل جدا. تمام. تعالي بقى للعجينة، هاتي كوبايتين ونص من الدقيق. تمام. وهاتي كمان نص كوباية من سميد البسبوسة الناعم. تمام كده، هنزل بكده بالكوبايتين ونص، والنص التاني يعني كده 3 كوبايات مواد جافة. النص بقى بتاع الكوباية التالتة هيبقى سميد ناعم. على فكرة بيخلي القطايف يا جماعة في حتة تانية، طعمها تحفة جدا. انا جربته بأكتر من طريقة، والطريقة دي بجد هي اللي طلعت روعة. تمام كده. نزلت بقى ايه دلوقتي، هنزل بقى هجيب كوباية من المية. كوباية المية دي هنزل فيها بمعلقة من السكر، وهنزل بيها بمعلقة صغيرة من الخميرة، واقلبها كويس جدا واركنها كده على جنب شويه، وكده انزل بيها على الخليط ده. تمام كده. في الاغلب المفروض ال3 كوبايات المواد الجافه دول بياخدوا 3 كوبايات من الميه، بس طبعا لا، حطي كوبايتين في الاول كده. تمام، والكوبايه التالتة خليها جنبك، حطي شويه بشويه، لان طبعا الدقيق بيختلف من النوع للتاني. هنحط كمان معلقه صغيره برضو من البيكنج باودر. يبقى انا حطيت كده هنا ايه كوبايتين ونص دقيق، نص كوبايه من السميد، معلقه صغيره خميره، معلقه سكر، معلقه صغيره من البيكنج باودر، وحطي كمان رشه ملح. تمام، وابتدي بقى ايه اضربي فيها كويس جدا كده، حتى بالمضرب بايديكي عادي جدا، المضرب اليدوي العادي بايديكي. تمام. بالهاند بلندر، تمام، في الخلاط زي ما انت عايزه، اي اداه موجوده عندك استخدميها. تمام كده. وبعد كده بقى اعملي بقى الاختبار ده، لو لقيتي كده يعني بالمعلقه، واعملي بصباعك كده في المنتصف كده، لو لقيتيها ما سيلتش على بعضها يبقى كده العجينه مظبوطه معاكي. تمام. انا بصراحه خدت معايا لحد ايه اللي هم 3 كوبايات الا معلقتين بالظبط بالشكل ده. تمام. هاتي بقى اي حاجه بقى عشان تعملي بيها القطايف، سواء بقى ازازه وتخرميها. تمام، سواء هتجيبي حاجه مثلا اللي هي الزجاجه اللي بتتباع جاهزه من بره، او حتى بتاعه القطايف دي، او حتى شفشق موجوده عندك، اي اداه موجوده عندك استخدميها. تمام. بصي بقى العجينه طالعه تحفه ازاي، طالعه بجد خطيره خطيره خطيره. بصي اللون، لونها حلو جدا. هنا تكايه مهمه قوي، ما تطلعيش اللون غامق عشان لما تيجي تحمريها في الزيت ما تغمقش معاكي بزياده. وكمان لما بتطلع من الزيت برضو بتتحط في الشربات بتاخد كمان درجه اغمق، فخدي بالك من كل التكات دي قبل ما تعمليها. تمام. زي ما انت شايف كده انا مطلعاها شقره الى حد ما يعني كده ذهبي. تمام كده، زي ما انت شايفه كده. وكمان الفقاعات بتاعتها ما شاء الله عليها، المسام بتاعتها ضيقه مش واسعه قوي. طيب لو لقيتي الخرام بتاعتها وسعت منك او حاساها يعني مسامها واسعه اكتر من اللازم، حاولي تضربيها كويس جدا جدا برضو تاني، ترجعي تعملي الخمر بتاعها، ترجعي الخمر بتاعها تاني في الخلاط. تمام، ما تضيفيش اي حاجه ولا دقيق ولا ميه ولا اي حاجه، تضربيها بس اكتر من مره. تمام كده. شايفه الطراوه بتاعتها، تغطيها كويس عشان ما تنشفش معاكي. تمام بالشكل ده كل اللي تعمليه، او حتى بتيجي برضو تحشيها لازم برضو تبقى واخده بالك من النقطه دي كويس جدا. هاتي بقى كوبايه من الفول السوداني اللي هو بتاع الحلويات، تمام، اللي هو الفاتح دوت. وهاتي كوبايه من الزبيب، وكمان نص كوبايه من جوز الهند، وابتدي كده مكسيهم مع بعض كده. وهاتي معلقتين 3 من الشربات التقيله اللي موجوده عندك، وابتدي حطيها كده وايه خليهم كلهم يبقى زي ايه زي الرمل المبلول كده. تمام. ابتدي بقى احشيها بالشكل دوت كده. وفي المرحله دي انا بصراحه كنت خليها عشان العزومه، فحطيت فرستها في الفريزر، طلعتها قبلها ب5 دقايق، وبعد كده بدات احمرها بالشكل ده زي ما انت شايفه كده. لا فتحت معايا في الزيت ولا اي حاجه، كانت تحفه جدا جدا. بعد ما فرستها شايفين شكلها عامل ازاي، انا بطلعها ذهبي بالشكل ده عشان لما بتطلع تتحط في الشربات هتغمق كمان اهي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عليها. وتكايه مهم كمان، ما تغطسيش القطايف جوه الشربات، لا من فوق كده، وترشي عليه رش كده عشان تطلع برضو معاكي لغايه اخر واحده وهي كريسبي. لايك وشير بقى، اوعي تنسي.